I feel it coming on my throat. Guess I better wash my mouth out with soap. Gotta wait. سلام الناس، مرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم جيتكم بفيديو ديال كيفيه تركيب كيفاش ديري ليكستنسيون شفارك بوحدك وفي الدار، يعني باقل الاضرار. ما غاديش تألمي، وهذه هي اهم حاجه بالنسبه لي. انا سهله، يمكن لك ديريها في الدار، ما قال لا رونديفو لا والو. والنتيجه مبهره. اول حاجه بدا قبل هادشي كامل، سمحوا لي على المكياج اللي ما دايراش، لان فعلا غير كان غسلت وجهي رطبت وجهي ديريكت باش ندير الشفار عاد نكمل، وبغيت نصورهم لكم لان كاين بزاف البنات دابا يعني كيلجؤوا لهاد الطرق هذا ديال تركيب الشفار وكذا، ماشي تركيب ولكن كديري ليكستنسيون. ما عرفت كيفاش نقولها لكم حقيقه، ولكن راكم عارفين علاش كنهضر بطبيعه الحال. هاد الطريقه هذه كتصلح لك كنتي مثلا معروضه او مسافره او غاديه مثلا عندك ما يدار وما غاديش تبقاي كل مره ديري الشفار، او مثلا ملي كديريهم هاد الكورنرز او هاد الجناب ديالهم دغيا كيتقلعوا، لان بطبيعه الحال يعني العينين ديالنا ولا الجسم ديالنا بشكل عام بطبيعه الحال كيكون عنده افرازات دهنيه. هذا علاش ديك اللصقه ديال اسمها ما كتبقاش شاده، حاجه عاديه. هادو اللي درتوهم لا يمكن لكم تنعسوا بهم، تبقاو بهم، تفيقوا بهم، تغسلوا بهم وجهكم. حاجه اللي ما ديروهاش هي ما تستعملوش اي مزيل ديال المكياج اللي الباز ديالو او اللي يكون الاساس ديالو زيت، لان اي حاجه زيت غادي تطيحهم. الحاجه الوحيده اللي غطيحهم هي الزيت. بلا ما نكمل عليكم الهضره بزاف، اللي بغات تشوف كيفاش درت لهاد الشفيرات هادو من هادوك الاولين اللي ما كانوش، كملوا معايا الفيديو. على رمش عيونها قابلت هوا، طلع لي مني وقلبي هوا.